أهلا بيكم مع وصفة جديدة من وصفات هافينز كيتشن. النهاردة هنعمل كفتة الفراخ في الفرن، صحية وطعمها حلو قوي، وكمان تنفع جدا للي عامل كيتو أو لو كارب دايت. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. هنحط صدرين دجاج متقطعين مكعبات صغيرة في محضرة الطعام، ونضيف عليهم بيضة، ونتبل بمعلقة صغيرة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة صغيرة بودرة بصل، معلقة صغيرة بودرة ثوم، معلقة صغيرة بابريكا، ومعلقتين صغيرين زعتر، ونضربهم كويس قوي مع بعض. ودلوقتي هنضيف عليهم نص كوباية لوز مطحون، وده هنا بديل للبقسماط، لكن اللي مش عامل كيتو أو لو كارب دايت ممكن يستخدم بقسماط عادي. وهنضيف كمان نص كوباية جبنة تشيدر مبشورة، ونقلبهم كويس مع بعض. ودلوقتي هنشكل الكفتة بالشكل اللي تحبوه. أنا هنا استخدمت الآيس كريم سكوب عشان يطلع الحجم متساوي. وأهم حاجة إن احنا نبل ايدينا بمية واحنا بنشكل الكفتة عشان بتبقى ملزقة شوية. وبعد كده نرصها في صينية عليها ورقة زبدة، وندخلها في فرن متسخن من قبل كده على 180 في الرف الوسطاني لمدة 25 دقيقة. وبس خلاص كده كفتة الفراخ بتاعتنا بقت جاهزة للتقديم. جربوها وقولولي رأيكم في الكومنتس. ولو عجبتكم ما تنسوش السبسكرايب والجرس واللايك والشير عشان توصل لكم كل وصفاتنا الجديدة. وبالهنا والشفا.